اهلا وسهلا في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل وصفة برضو صحية واستكمالا للبداية اللي انا عملت عيش الشوفان، والنهاردة هعمل البقسماط السن. يعني هو صحي يعني، والمفروض ان احنا نستخدم كل حاجة صحية بدي الحبة الكاملة. فالنهاردة هبتدي معاكم بالمقادير. انا عندي كوباية ردة ناعمة متحمصة. انا محمصاها يا جماعة، الغالبية بيحطها كده لكن انا حمصتها عشان تديني ريحة حلوة. ومعاها كمان كوبايتين دقيق عادي، دول كوبايتين. واحط عليهم ذرة ملح، حاجة بسيطة قوي. وطبعا هحط معاهم فانيليا عشان يديني ريحة. تمام. وكمان هحط كيس الخميرة، وهحط عليهم حاجة مهمة جدا. انا مش هستخدم السكر، مش هحط سكر، بس هحط حاجة تديني لون وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها سكر لكن هو مسكر. هقلب المكونات الجافة كلها على بعض كده، ادي. وهستخدم بدل السكر معلقة عسل اسود، دي اول حاجة. بدل السكر هحط معلقة عسل اسود. وكمان هحط اضافة جديدة جدا، دي من عندي انا كمان عشان يبقى اللون كويس. هحط معلقة اهي، ده بن، ده معلقة قهوة يا جماعة. وهحط كمان معلقة العسل الاسود اهي، معلقة تكون كويسة مليانة زي ما انتوا شايفين. وهيكون جنبي مية دافية هبتدي ازود بيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. هضيف بالتدريج لان العجينة دي لازم تبقى متماسكة وما بتلزقش. نبتدي اخلط المكونات. خليني استخدم ايدي عشان اقدر اعرف ملمس العجين. معلقتين زيت اكل، معلقتين بالعدد. ويا ريت يا جماعه يكون زيت جودته عاليه وريحته كويسه وشفاف. لو تقدري تستخدمي زيت يكون صحي جدا. نبتدي نعجن بقى. هنعجن كده لمده 10 دقايق. محتاجه شويه ميه صغيرين على ايدي، دوبك معلقه معلقه. انا مش قادره اقول لك الميه قد ايه لان كل دقيق حسب امتصاصه لدرجه الرطوبه او الميه بتاعته. المهم ان انتي شايفه العجينه عامله ازاي، عجينه متماسكه مش بتلزق اهي. هنحط معلقه ميه كمان، معلقه، لان العجينه تبقى متماسكه بس مش قاسيه.
زي ما انتم شايفين كده هخرج منها كل الهواء اهو. نشيل الطبق وهحطها هنا زي ما انتم شايفين. انا ايه بعمل على حسب الاتجاه بتاعي اهي. قربتها لكم عشان تقدروا تشوفوا اكتر. انا هاخد كل صباع او صباعين، يعني عارفه لو صباعين انت لو عايزاه طويل اوكي، وهقطعها اهو. بصي انا شايفه ايه ان صباع كويس قوي اهو. عايزاه اطول شويه يبقى صباعين. هفضل اقطع كده اهي. تمام ماشي اهو. عايزاه اكبر من كده يعني زي ما انت عايزه، لكن انا عايزاه الحجم ده كويس قوي اهو. وهبتدي واحده واحده ابتدي ابرمها زي ما انا عايزه كده. عايزاه رفيع عايزاه تخين، انت اللي هتتحكمي في الموضوع ده اهو. وخدي بالك برضو لازم تبقي فاهمه حاجه، ان ده احنا هنسيبه يتخمر تاني، يعني ده هيقعد شويه تاني في الصينيه هيتخمر، فانت ايه خدي بالك وانتي بترقيه كده اهو ببساطه شديده جدا زي ما انتم شايفين اهو. انا جايبه الصينيه هحطها كده، هرصهم كلهم نعمل واحده تاني اهو اهي. وهجيب الصينيه وهحطها وهسيب مسافه بينهم عشان اديها مساحه انها تخمر اوكي. ودي النتيجة النهائية للوصفة بتاعتنا النهاردة، بقسماط صحي معمول بالنخالة أو الردة بإمكانيات بسيطة ما فيهاش سكر. وكمان الإضافة الجديدة إن أنا حطيت معلقة بني زي ما انتوا شفتوا، بيديله لون حلو وبيديله نكهة كمان جميلة. واستخدمت مكان السكر زي ما انتوا عارفين معلقة عسل أسود، وده اللي خلاه يديني اللون الجميل ده. في ناس بتحط كاكاو بس أنا فضلت إن أنا أحط قهوة او بن زي ما انتوا عارفين. خليني اسمعكم القرمشة. طبعا انا محضرة النسكافيه موجود اهو، تقدروا تاكلوا منه اي وقت زي ما انتوا عايزين، بس طبعا مش عمال على بطال. وان شاء الله يا رب الوصفة تعجبكم، تقدروا تاكلوا منه في اي وقت بامان تام، لان تلت المكونات ردة، فده بالتالي هيعمل شبع. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش يعني فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير، وهنتظر تعليقاتكم وكومنتاتكم. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم النهارده.